هذه هي مقدمة الجزء الثاني من كتاب السماح بالرحيل. فهذا الجزء غادي ندوزو للتطبيق ديال آلية السماح بالرحيل، كيفاش نسمح للمشاعر بالرحيل. هوكنز اللي ألف هذا الكتاب عنده مقياس للمشاعر، أو نقدر نسميوه مقياس المشاعر الهوكنز. كنبداو صعودا من العار، الذنب، اللامبالاة، الحزن، الخوف. هذه قبل ما نكملوا يعني الصعود في السلم، هذه كنسميوها منطقة المشاعر السلبية أو المنطقة السلبية. ندوزو للمنطقة الثانية واللي هي المنطقة الانتقالية أو المنطقة الحيادية. يعني ما كتكونش المشاعر ما سلبية ما إيجابية. الرغبة، الغضب، الكبرياء، الشجاعة. هنا كنكونوا كملنا المشاعر الانتقالية أو المشاعر الحيادية، وغادي ندوزو للمشاعر اللي فوق منها وهي المشاعر الإيجابية. الاستعداد، التقبل، العقل، الحب، البهجة، السلام، التنوير. بغينا نوصلوا للسلام، يلا خلينا نقولوا غير البهجة. ما كاين حتى مشكل. ناخدو دابا مثل. احيانا كتكون خايف انه يمثلك شي حد اللي عزيز عليك، يقول لك بلي هاد المشاعر الخوف اللي عندك ماشي بوحدها اللي متراكمه. لا 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 لا، كاين من تحت هاد لي سونتيمون مشاعر اخرين. نقولوا مثلا الا انت واجهتي مشاعر الخوف ديال انك تفقد هاد الانسان اللي عزيز عليك، من بعد تفكر مزيان في الموضوع وتعيش هاد المشاعر وتستسلم وتخليها تمشي وتسمح ليها بالرحيل، وتدخل في المشاعر اللي هي تحتها مشاعر الحزن على انك فقدتي هاد الانسان. كيقولك من بعد ما واجهتي هاد مشاعر الخوف كتبدا تواجه مشاعر الحزن. من بعد ما تحزن كتدخل في مشاعر الغضب، كتغضب على مسببات الحزن. أه... يتبع. المهم، هذا هو الجزء الثاني من شرح كتاب السماح بالرحيل، اللي شرحنا فيه جزء من تطبيق آلية السماح بالرحيل. إلا ما تفرجتيش في المقدمة رجعوا تفرج فيها. غنخلي لك الفيديو في صندوق الوصف، ودير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الجزء الثالث.